لو عندك رخصة سودانية ملاكي وعايز تجددها وانت خارج السودان ما تشيل هم. مع الإدارة العامة للمرور وعبر منصة الخدمات الإلكترونية للمرور سالم حتقدر تجدد رخصتك أونلاين بكل سهولة وبساطة. أول حاجة جهز المستندات المطلوبة قبل ما تبدأ بالتقديم. 1. صورة بخلفية بيضاء بمقاس 600 في 600 بصيغة JPG فقط. 2. إقامة سارية بالبلد المعني. 3. جواز سفر ساري. وعشان تقدر تجدد رخصتك من خارج السودان عبر منصة سالم عندك خطوتين أساسيتين لازم تقوم بهم. أولا التسجيل. خطوات التسجيل في منصة سالم: قم بالدخول إلى موقع سالم عبر الرابط www.sudanpolice.net/traffic واضغط على مستخدم جديد. أدخل الرقم الوطني الخاص بك وقم باختيار كلمة المرور وأدخل البريد الإلكتروني إن وجد. حتصلك رسالة عبر الواتساب على رقمك المسجل على الرخصة القديمة من الإدارة العامة للمرور من الرقم 00249 1095 1000 بتحتوي على رمز التفعيل. أدخل مرة ثانية إلى منصة سالم واضغط تسجيل الدخول وأدخل الرقم الوطني وكلمة المرور. حيطلب منك رمز التفعيل المرسل عبر الواتساب، قم بإدخاله. حتصلك رسالة بتفيد بنجاح التفعيل. أرجع ثاني لمنصة سالم وسجل الدخول مباشرة عشان تستفيد من خدمة تجديد الرخصة أونلاين. ثانياً خطوات تجديد الرخصة: قم بالدخول إلى موقع سالم عبر الرابط www.sudanpolice.net/traffic وفي خانة اسم المستخدم دخل الرقم الوطني ثم أدخل كلمة المرور اللي انت اخترتها عند التسجيل واضغط تسجيل الدخول. حيظهر لك رقم الرخصة القديمة ومكان الإصدار. اضغط على تجديد رخصة قيادة. دخل البيانات المطلوبة واختار مكان الاستلام وارفع الصورة حسب التفاصيل المطلوبة والمستندات حسب التفاصيل المطلوبة وأكد إنك أنت ما برنامج روبوت وأضغط موافق. بعد نجاح العملية قم بالاحتفاظ برقم الطلب عشان تقدر تتابع حالة الطلب عبر منصة سالم. بعد كده انتقل للمرحلة الأخيرة وهي دفع الرسوم. حتصلك رسالة عبر الواتساب من الإدارة العامة للمرور بتحتوي على رقم الفاتورة. حتقدر تدفع عبر التطبيقات البنكية زي بنكك وفوري أو كاش وغيرها عن طريق الدخول إلى دفع فواتير واختيار الخدمات الحكومية واختيار إيصالي وإدخال رقم الفاتورة وإتمام الدفع بنجاح. بكده هتكون خلصت الخطوات المطلوبة لتجديد رخصتك عبر منصة الخدمات الإلكترونية للمرور سالم. الخدمة حاليا متاحة للرخص الملاكي فقط ومتاحة أيضا في الدول التالية: المملكة العربية السعودية، في الرياض وفي جدة، في جمهورية مصر العربية، في القاهرة، في دولة قطر، في الدوحة، وسلطنة عمان. تقبلوا خالص تحياتنا في الإدارة العامة للمرور ومنصة الخدمات.